البدر برنامج عاجل وينفذ، أنه قد تم بنطمن الأهالي الآن وعلى مسؤوليتنا ومن خلال النائب حيدر بغدادي ومن خلال النائب حازم حمادي صدر قرار الآن وهو حصري من السيد رئيس الجمهورية خارج الحدود وزير الحكم المحلي بتوجيه للسيد وزير الحكم المحلي بمنع هدم المنازل. كمل سيادتك هذا التوجيه من السيد رئيس الجمهورية. وغدا مجتمع مجلس الشعب عشان هنشكل لجان هندسية واستشارية من مهندسين كبار ومن خبراء في الإسكان يعينوا هذه العقارات إذا كانت سليمة وآمنة وأعمدتها المسلحة كويسة ومبنية طبعا الأصول الفنية ولا تتعارض مع خيوط الطيران المدني، سوف نطالب في اللجنة تطبيق القانون 31/84 وقرار رئيس الوزراء رقم 507 لسنة 2005 ببيع هذه الأراضي لواضع اليد ويتقسط لهم على 20 سنة. أما إن إحنا نزيل هذه الثروة العقارية نحن لا نوافق على هذا. وأنا أعتقد إن السيد الوزير المحافظ إذا كان بيطبق القانون وقانون بناء الموحد أوجب الإزالة عشان بس إحنا. السيد الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، بكل الاعتزاز بسيادتكم وبتاريخكم العسكري والوطني المشرف، يوجه رجال القوات المسلحة إلى قائدهم الأعلى يتوجهون بالتهنئة بذكرى يوم النصر المجيد الذي كان لكم في تحقيقه دورا رئيسيا بضربة جوية مهدت الطريق لعبور القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة واثقة من تحقيق النصر. وعندما توليتم مسؤولية قيادة الوطن عملتم على بناء مصر الحديثة وبعث نهضتها بسياسة حكيمة واعية، وأعليتم مصالح الوطن وشعبه ووضعتم أمنه القومي فوق كل اعتبار، وحرصتم على بناء الجيش القوي القادر على الوفاء بمسؤولياته ومهامه، وناديتم بأن مصر أولا نحملها في قلوبنا وعقولنا وضمائرنا. إن رجال القوات المسلحة مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد يعاهدون سيادتكم بأن يكونوا دائما بقيادتكم حراسا للأرض والإرادة، أمناء على المسؤولية المقدسة التي كلفتموهم بها، أوفياء لقسم الولاء للوطن والإخلاص لشرعيته الدستورية. حفظ الله مصر وكتب لها المجد والخلود بقيادتكم الوطنية الحكيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.